تعالوا نجرب تدرجات الألوان ونشوف علاقتها بالظل والنور، ازاي بغمق اللون وافتحه، وازاي بطلع درجات البشرة بس من الألوان الأساسية بارت 1. أول حاجة خالص أنا عندي 3 ألوان أساسية، أحمر وأزرق وأصفر. لما بدمج الأزرق مع الأحمر ممكن ينتج عني اللون البنفسجي، أما لو دمجت الأحمر مع الأصفر هينتج عني اللون البرتقالي، ولو دمجت الأزرق مع الأصفر هينتج عني اللون الأخضر. طيب لو دمجت التلات ألوان مع بعض هينتج عني اللون البني اللي هو أصلا لون البشرة أو اللي أقدر أتدرج منه وأطلع لون البشرة. خلينا كده نشوف درجات أكتر ونعرف أكتر عن الألوان الأساسية وإزاي بطلع الدرجات دي وأغمقها وأفتحها. طيب لو عايزة أعمل تدرج للون البرتقالي بستخدم لونين، الأحمر والأصفر. وهنا بستخدم الأحمر من الدرجة الغامقة بتاعته وأبدأ أفتحه في اتجاه الضوء، وبرضو بشتغل عليه بالأصفر عشان أوصل للنهاية خالص إن هو يديني درجات من البرتقالي. نفس الفكرة بالظبط في اللون الأخضر، بستخدم لونين الأزرق والأصفر عشان أوصل بيهم لدرجة من الأخضر غامقة وفتحة. برضو بفتح بالأزرق لاتجاه الضوء وبمشي بالأصفر على الأزرق لحد ما أوصل للنهاية بتاعته خالص أو لأغمق مساحة فيه عشان يديني في الآخر درجة أخضر غامقة. ولو عايزة اعمل لون بنفسجي هستخدم الازرق، برضو الازرق بيكون عندي اغلب، خصوصا لو البنفسجي ده مش بنفسجي محمر، في بنفسجي مزرق وفي بنفسجي محمر. الافضل لان هنا ان حجم الاتنين، لو انا عايزاه محمر بزود الاحمر ولو عايزاه مزرق بزود الازرق لحد ما اوصل درجة البنفسجي اللي انا محتاجاه. فول عشان تشوفوا بارت 2. طيب تعالوا نعمل بقى درجات البشرة من الالوان الاساسية بس، الاحمر والازرق والاصفر. اول حاجة خالص انا بشتغل حسب الدرجات اللي انا عايزاها. بمعنى ايه؟ يعني بمعنى مثلا مية اللون اللي موجودة في كل مساحة في البورتريه او الجسم اللي انا برسمه. مثلا لو المية اللون دي فيها شوية اخضر او فيها مثلا بنفسجي، لو فيها اخضر انا بشتغل باصفر وازرق اكتر من الاحمر. لو فيها شوية بنفسجي فانا بستخدم الازرق والاحمر والاصفر بسيط، وببدأ اشتغل على الاساس ده. كل درجة فيهم بستخدمها او كل لون فيهم بستخدمه حسب اتجاه الضوء والظل اللي موجودين على المساحة اللي انا بشتغل عليها. بمعنى ايه؟ يعني مثلا استخدمت اللون الاحمر في الاول زي ما انا شغالة دلوقتي، ببدأ ان انا اشتغل منه غامق وافتح 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 لحد ما اوصل لاتجاه الضوء. وكذلك لما ابدأ استخدم عليه اللون الازرق والاصفر. عادة لما باجي استخدم الدرجة الفاتحة ببدأ فيها من اتجاه الضوء واحاول ان انا اخليها خفيفة على قد ما اقدر، وبعد كده بروح عليها لاتجاه الظل عشان ادي مية لون بشرة او بني محمر في الاخر. لو انا عايزة درجات بني محمر بستخدم الاحمر في الاخر طبقة. لو عايزة ادي شوية درجات اغمق اكتر او بني مثلا بشرة افريقية او حاجة بستخدم الازرق اكتر في اخر بعتمد طبقة في تكون تصدير عندي البشرة الازرق. او استخدام عموما الالوان الخشبية على فكرة الطبقات، وان انا لما اعمل طبقات من اللون كتير بتخليني اوصل لدرجات اغمق من نفس اللون او درجات اغمق في المساحه اللي انا محتاجاها. يعني مثلا لما اعمل درجات بشره غامقه هحتاج ان انا ازود طبقات من الازرق، ازود طبقات من الاحمر وكمان من الاصفر. لما احب ان انا اعمل درجات بشره افتح شويه فبحتاج ان انا اقلل الطبقات دي. كل ما الطبقات بتاعتي قلت كل ما درجات البني او الدرجات بتاعتي البشره تكون افتح اكتر. طيب ممكن جدا في حاجة من الحالتين ان انا اعمل بلند او ادمج للخطوط بتاعتي على درجة البشرة دي. لو انا مش معايا درجات بجات او الكلام ده كله ممكن ادمج بالابيض، وممكن ادمج بدرجة فاتحة خالص او بلمسة بسيطة اوي من الاصفر او الاحمر، لمسة بسيطة جدا عشان اتأكد وامشي في اتجاهات مختلفة. ده هيساعدني كتير قوي ان انا اوصل لدرجة مظبوطة، وفي نفس الوقت مسام الورقة بتاعتي تكون مرتبة ونضيفة.